لم تتوقف الأنباء التي تربط اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي بالممثلة وعارضة الأزياء التونسية هبة عبوك بإعلان الأخيرة نهاية مارس الماضي انفصالهما عن والد طفليهما. إذ ضجت وسائل الإعلام الدولية والمحلية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة فشل عبوك في اقتسام ثروة حكيمي التي كان من المفترض أن تستفيد منها قانونيا بعد استكمال إجراءات الطلاق. وقالت الصحيفة ماركا الرياضية الإسبانية واسعة الانتشار أن هبة عبوك تعرضت لانتكاسة غير متوقعة في طلاقها من أشرف حكيمي الذي وصفته بأشهر انفصال هذا العام، مشيرة إلى أن الطليقة لم تحصل على جزء صغير من ثروة طليقها. وأبرز المصدر ذاته أنه من الرغم على أن حكيمي هو أحد لاعبي كرة القدم الأعلى أجرا في الدوري الفرنسي، إلا أن أي من هذه الثروة لم تسجل باسمه، إذ أن المستفيد من راتبه وميراثه ليس أكثر ولا أقل هي والدته. وأكدت الصحيفة الرياضية أنه منذ سنوات عدة تتوصل والدة حكيمي براتبه عوضا عنه، ما يعني أكثر من مليون يورو يتلقاها الدوري المغربي شهريا من الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان، تذهب مباشرة إلى الحساب المصرفي لوالدته. ورغم أن الأخبار أثرت ضجة في إسبانيا وفرنسا والمغرب، إلا أنه من المعروف أيضا أن عبوك ليست في وضع تحتاج إلى جزء من ثروة زوجها السابق لتتمكن من العيش، لأنها شخصية معروفة أيضا في تورد ماركا. في السياق ذاته قالت الصحيفة الإيرلندية بينش وارمر المتتبعة لأخبار مشاهير الرياضات إن عبوك توصلت بهذه المعلومة من المحكمة المكلفة باستكمال إجراءات الطلاق. طلبت نصف أصول أموال أشرف حكيمي قبل أن تكتشف أن مدافع باريس سان جيرمان لا يملك شيئا، مبرزة أن حكيمي ليست لديه ممتلكات أو سيارات أو منازل أو مجوهرات أو حتى ملابسه باسمه، إذ أنه حين يرغب في أي شيء يسأل والدته التي تشتريه له. وكانت الممثلة التونسية التي هي أعلنت بنفسها في 27 من مارس الماضي انفصالها عن حكيمي. وكانت مجلة ماغا الفرنسية أول من أثارت هذا الموضوع، إذ نشرت تغريدة على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر. وفي الوقت نفسه يقول المصدر على أنها تريد الرجوع إلى عائلتها وأطفالها الصغار، وهي أيضا نادمة على ما قامت به. وكل هذه المعلومات صادرت من أشرف حكيمي عبر الرسائل التي تلقاها من زوجته السابقة هبة عبوك، الأمر الذي تم رفضه منه ومن والدته على مسامحته والرجوع إلى بيت الأسرة، وعلى أنه لم يسامحها أبدا على ما فعلته به من مشاكل في المحكمة وفي الصحافة ومع رفيقها الجديد. ونفي ارتباطه بواقعة اتهام فتاة في 24 سنة من عمرها أن حكيمي قام باغتصابها، بينما شدت على أنها تقف دائما إلى جانب ضحايا الاغتصاب. لم تتوقف الأنباء التي تربط اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي بالممثلة وعارضة الأزياء التونسية هبة عبوك بإعلان الأخيرة نهاية مارس الماضي انفصالهما عن والد طفليهما. إذ ضجت وسائل الإعلام الدولية والمحلية خلال الأيام الثلاثة الأخيرة فشل عبوك في اقتسام ثروة حكيمي التي كان من المفترض أن تستفيد منها قانونيا بعد استكمال إجراءات الطلاق. وقالت الصحيفة ماركا الرياضية الإسبانية واسعة الانتشار أن هبة عبوك تعرضت لانتكاسة غير متوقعة في طلاقها من أشرف حكيمي الذي وصفته بأشهر انفصال هذا العام، مشيرة إلى أن الطليقة لم تحصل على جزء صغير من ثروة طليقها. وأبرز المصدر ذاته أنه من الرغم على أن حكيمي هو أحد لاعبي كرة القدم الأعلى أجرا في الدوري الفرنسي، إلا أن أي من هذه الثروة لم تسجل باسمه، إذ أن المستفيد من راتبه وميراثه ليس أكثر ولا أقل هي والدته. وأكدت الصحيفة الرياضية أنه منذ سنوات عدة تتوصل والدة حكيمي براتبه عوضا عنه، ما يعني أكثر من مليون يورو يتلقاها الدوري المغربي شهريا من الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان، تذهب مباشرة إلى الحساب المصرفي لوالدته. ورغم أن الأخبار أثرت ضجة في إسبانيا وفرنسا والمغرب، إلا أنه من المعروف أيضا أن عبوك ليست في وضع تحتاج إلى جزء من ثروة زوجها السابق لتتمكن من العيش، لأنها شخصية معروفة أيضا في تورد ماركا. في السياق ذاته قالت الصحيفة الإيرلندية بينش وارمر المتتبعة لأخبار مشاهير الرياضات إن عبوك توصلت بهذه المعلومة من المحكمة المكلفة باستكمال إجراءات الطلاق. طلبت نصف أصول أموال أشرف حكيمي قبل أن تكتشف أن مدافع باريس سان جيرمان لا يملك شيئا، مبرزة أن حكيمي ليست لديه ممتلكات أو سيارات أو منازل أو مجوهرات أو حتى ملابسه باسمه، إذ أنه حين يرغب في أي شيء يسأل والدته التي تشتريه له. وكانت الممثلة التونسية
الفرنسية التي هي أعلنت بنفسها في 27 من مارس الماضي انفصالها عن حكيمي. وكانت مجلة ماغا الفرنسية أول من أثارت هذا الموضوع، إذ نشرت تغريدة على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر. وفي الوقت نفسه يقول المصدر على أنها تريد الرجوع إلى عائلتها وأطفالها الصغار، وهي أيضا نادمة على ما قامت به. وكل هذه المعلومات صادرت من أشرف حكيمي عبر الرسائل التي تلقاها من زوجته السابقة هبة عبوك، الأمر الذي تم رفضه منه ومن والدته على مسامحته والرجوع إلى بيت الأسرة، وعلى أنه لم يسامحها أبدا على ما فعلته به من مشاكل في المحكمة وفي الصحافة ومع رفيقها الجديد. ونفي ارتباطه بواقعة اتهام فتاة في 24 سنة من عمرها أن حكيمي قام باغتصابها، بينما شدت على أنها تقف دائما إلى جانب ضحايا الاغتصاب.